السلام عليكم ورحمة الله. غادي نحضر معكم العجينة ديال البيتزا أولا العجينة. غادي نعطيكم الأسرار أنكم تنجح لكم الوصفة. أول حاجة كناخدو واحد القصرية كنديرو فيها جوج لايف ديال الدقيق، كنديرو فيها الكون خاص بالحلويات، كنضيفو فيها معلقة كبيرة ديال الخميرة ومعلقة ديال الملحة كتبقى على حسب الذوق. بالنسبة للخميرة من الأحسن تستعملوا الفورية أحسن من المعجونة، كتبقى أحسن. كنحتاج هنا الزعتر بالنسبة لي أنا غادي نحضّر معكم العجينة. يعني هاد العجينة إلا كنتو غديروا البيتزا من الأحسن أنكم تخليو الزعتر وتخليو الزيت البلدية. إلا كنتو غديروا فطائر عاديين أولا مملّحات عاديين كنضيفوا ليها كنستغناو على الزعتر وكنستغناو على الزيت البلدية، وعوض الزيت البلدية كنضيفوا الزيت الرومية للعجينة ديالنا. صافي هنايا كنجمعها بالماء يكون دافي وكنبقى نخلّط بشوية، ما نخليش العجينة ديالي قاصحة بزاف وما نخليهاش جارية يعني. كندخل داك الماء الكمية الأولى بالنسبة للبنات المبتدئات، جوج زلايف راه غادي يهزوا لكم جوج كيسان ديال الماء، دخلوا الكاس الأول في هذيك الكمية والشي الآخر كمّليه بالدفعة يعني بشوية بشوية. هاد العجينة هادي كتجي زوينة بزاف كما قلت لكم. إلا بغيتو تضيفوا الزعتر راه غادي تجيكم مذاق البيتزا. انا هنايا كنت درتها درت فطائر بمذاق ديال البيتزا، لان البيتزا انا بعدا ما كنديرش فيها الزبده، كنستغنى على الزبده، كنخدمها غير بالزيت البلديه وكنخدم بواحد الكميه اللي كتكون زايده شويه. صافي هنا كما شفتوا كنكب كميه ديال الماء وكنبقى ندخلها غير بشويه باش ما تجراش ليا في يدي. وهكذا يعني غتجيني مرخوفه بزاف، حيت انا هاد غنخدمها فطائر وغنطلقها بالزبده اولا بريوش. تقدروا ديروا بريوش مالح ما فيه يعني فيه غير الجبن بحال هكا الفرماج ولا. صافي كتجيكم زوينه. صافي غادي ناخد هذيك المعلقة ديال 2 معالق ديال الزبدة وغادي ندخلهم في هذيك من حدي أنا كندخل وكنطلق الزبدة كندوب يعني كندخلها في العجين، والعجينة ديالي كتسدلك معايا. وفي نفس الوقت يعني كنخدمها كتزيد ترطاب باش ترطاب ليا بزاف. بالنسبة ليا أنا فاش غادي نخليه يختمر غنخليه على الأقل واحد الساعة، لكن العجينة ديال البيتزا راه كتبقى ليلة كاملة. إلا خليتو الليلة كاملة راه ما نقولش لكم شحال كتجي، أولا كتبقى 6 سوايع باش كتحصلوا على واحد العجينة اللي كتكون زوينة بزاف وكتكون بنينة حتى في الخدمة ديالها وكتساعدكم. كتجي مزيانة. المهم الخدمة ديال البيتزا راه ماشي خدمة هي ديال البريوش أولا ديال يعني العجينة ديال البريوش أولا الفطائر اللي كيجيو. صافي انا هنايا كيف ما شفتوا كتجي هكا العجينه، شوفوا كيف كتمشي معايا. وغادي نغطي عليها بواحد البلاستيكه من بعد ما ندهن ليها الوجه ديالها بالزيت باش ما تلصقش ليا العجينه في